وبيزيد إعجابهم ببعض بالرغم من إن كل واحد فيهم متجوز، وبيفضل مراقبها لحد ما بيلاقيها جت قعدت في المكان اللي جنبه بحجة إن بنتها عندها حساسية من الشمس ولازم تقعد في حتة ظل. وبتبدأ صداقة براد وسارة، وبتكون زيارة حمام السباحة شيء أساسي كل يوم عشان يتقابلوا ويتكلموا. لكن الجو بيقلب مرة واحدة وبيمطر جامد، فبياخد براد مع سارة عشان يوصلها بيتها الأول لأنها مش هتعرف تمشي في الجو ده، وبتعزم إنه يقعد معاها شوية. وبيبقى البيت فاضي بيهم، وبيتمشى براد في البيت لحد ما بيدخل أوضة سارة وبيلاقي إن صورته موجودة في الكتاب اللي هي بتقراه، وبيتأكد إن سارة معجبة بيه وبيروح لسارة وبيعترف لها إن هو معجب بيها، فبتضعف وبيعمل معاها علاقة. وفي نفس الوقت بيكون رون لسه واصل بيته بعد ما الشرطة أجبرته إنه يرجع بيته وما يروحش الحمام السباحة تاني. وبتكون والدته عارفة اللي تعرض له، وبتحاول تفكر له في عروسة يتجوزها لأنها كبرت في السن ومريضة وممكن تموت في أي لحظة وعاوزة تطمن عليه. وبتعرض عليه إنهم ينزلوا له إعلان يدور على عروسة، وبتكتب مواصفاته وبتطلب منه يحط الجواب في البريد وهو ماشي بالعجلة بتاعته. وبيكون بيته مليان منشورات ضده، وممر بيته مكتوب عليه كلمة شيطان. وبتخرج والدته عشان تمسح المكتوب على الممر عشان مشاعر ابنها. وبعد ما بيمشي براد من بيت سارة بيكون عنده ماتش مع لاري ومستمتع باللعب جدا لأول مرة من فترة طويلة. وبعد ما بيخلصوا لعب كل الفريق بيروح يسهر وبيشربوا سوا لحد ما بيخلصوا سهرتهم. وبيكون لاري هو اللي بيوصل براد بيته، وبيتأسف له انه ما لعبش كويس معاهم في الماتش، وده لأن مراته هجرته واخدت الأطفال وراحت لوالدتها. فبيحاول براد انه يهون عليه بأي حاجة، فبيقوله ان رون كان في حمام السباحة النهاردة وانه شافه بنفسه. فبيتعصب لاري اكتر وبيجري على بيت رون عشان يضربه ويخليه يحرم يقرب من حمام السباحة تاني. بس والدة رون هي اللي بتفتح له وبتمنعه من الدخول، وبتقوله ان ابنها دفع تمن غلطته وعلى الأقل رون مش قاتل زيه. وبيكون الكلام على لاري، وبيتصدم لما بيسمع كلامها وبيروح يقعد في عربيته. فبيسأله براد عن قصد الست ايه لما قالت عليه قاتل، فبيحكي له انه تقاعد من شغله في الشرطة بسبب حادثة حصلت في المحل، وانه في يوم جاله بلاغ ان في واحد مسلح في المحل فجري على المكان وما تحكمش في اعصابه. وبعدها اكتشف ان اللي مات طفل عنده 13 سنة لكن كان باين انه اكبر في السن، وكان الطفل بيلعب مع صاحبه ببندقية لعبة كبيرة، والست اللي بلغت كانت واحدة شايفاهم من بعيد. وبعد ما ضرب نار على الطفل وكان سبب في موته اتعرض على دكاترة نفسيين وتشخص ان عنده متلازمة اجهاد ما بعد الاصابة. وبيسمعوا براد وبيرجع على بيته، وبيجي تاني يوم وبتكون سارة رايحة لجارتها عشان عندها مجموعة اصحاب بيتكلموا عن كتاب كلهم بيقروه وبيقولوا رأيهم فيه. لكن من ضمن المجموعة دي بتكون في ام من الامهات اللي كانوا موجودين في الجنينة، وبتكون شايفة ان سارة خاينة، وبيتكلموا كلهم عن الرواية وان بطلتها خاينة لجوزها. وبتكون الام معترضة على القصة وان البطلة اللي لازم تتعاقب بسبب خيانتها لجوزها البريء. فبتتدخل سارة وبتقول لها ان بطلة الرواية رفضت انها تستسلم لحياتها التعيسة وقررت انها تدور على السعادة بنفسها، وان اللي عملته مش خيانة قد ما هو هروب من واقعها. وممكن تكون اتخيلت ان حبيبها هيهرب معاها ويسيب حياته الخاصة. وبتكون سارة بتتكلم عن نفسها وبتبدأ تفكر انها فعلا ممكن تكون نزوة بسيطة في حياة براد، فبتروح تراقبه وهو مع مراته وبتتجنن اكتر لانها بتشوفه مبسوط معاها. وتاني يوم بتبقى متغيرة مع براد وهم في حمام السباحة، وبيلاقيها متضايقة فبيحكي لها ان اجازته كانت مملة جدا لان وضعها مع كاسي. فبتفرح سارة بكلامه وبتقوله انه ما يروحش امتحان القانون بتاعه ويخرجوا سوا في اي حتة براحتهم، وبيوافقها فعلا وبيخرجوا سوا وبيقضوا الليل كله سوا لحد تاني يوم. وبتكون سارة سايبة بنتها لوسي مع جارتها تهتم بيها، وبيجي تاني يوم وكل واحد فيهم بيرجع تاني لبيته. وبتلاقي سارة ان لوسي عاملة لها احتفالية عشان رجعت البيت خلاص. وبيكون ايرون حكى لوالدته عن صاحبته لوسي وعن والدتها اللي بقت صديقة والده برضه. فبتعرض كاسي على براد انهم يعزموا عيلة لوسي عشان الاطفال يلعبوا سوا، وبيتجمعوا كلهم على ترابيزة الاكل. وبتحس كاسي في الكلام اللي ما بين سارة وبراد ان في حاجة بتدور ما بينهم، وشبه بتتأكد ان في علاقة ما بينهم بسبب طريقة الحوار اللي بيتكلموا بيها. وبتنتهي الزيارة وبيكون براد فاكر نفسه ان الموضوع عدى على خير، لكن كاسي بتكون محتاجة تتأكد ان مفيش حاجة بتحصل من وراها. فبتتصل بوالدتها عشان تيجي تبقى مع براد في كل مشاويره، ومن ساعتها وحماته بتفضل معاه في كل وقت لمدة اسبوعين لحد ما اخيرا بيقدر انه ينفصل عنها بسبب انه عنده ماتش كورة مع اصحابه، وبيكون السبب الاساسي في فوز فريقه. وبيلاقي ان سارة موجودة في المدرجات بتشجعه ومبسوطة انه كسب، وبيتنازل فورا عن الاحتفال مع فريقه مقابل انه يقضي شوية وقت مع سارة. وبيطلب منها انهم يهربوا سوا وكل واحد يسيب بيته وياخدوا الاطفال معاهم لانهم مبسوطين سوا هم كمان. وبتوافقوا سارة على كلامه وبتفرح. وبيكون لاري كل ده مستني براد عشان يجيله، لكن براد بيكون ناسي اصلا. هو بيفضل لاري يشرب لحد ما بيسكر، وبيروح عند بيت رون ومع مكبر صوت وبيفضل ينادي على سكان الحي، وبيقول ان في متحرش منحرف ساكن وسطهم ولازم يمشي لسلامة اطفالهم. وبتقوم والدة رون من النوم على صوت لاري وبتفضل تزعق له لحد ما بتتعب وبيغمى عليها، وبتيجي الاسعاف تاخدها والشرطة بتاخد لاري وبيخرج لاري من السجن بكفالة. وبيكون رون نايم في المستشفى عشان يطمن على والدته، بس الممرضة بتجيله وبتبلغه ان والدته توفت. وبعد ما بيخلص الاجراءات بيرجع تاني على بيته،
والدته، وبيكون معاه حاجات والدته من ضمنها جواب ليه، فبيفتحه وبيقرا فيه ان والدته بتتمنى له يوم سعيد. وبيفضل رون يعيط لان والدته سابته، وبيقوم يكسر في كل اللي حواليه وهو بيصرخ. وبيكون ساعتها براد بيخطط لهروبه من بيته، لكنه ما بيقدرش انه ياخد ابنه من البيت، وبيقرر انه يهرب لوحده. وبيروح لسارة اللي مستنيه في الجنينه اللي اتقابلوا فيها اول مره، وبتكون سارة وبنتها مستنيين براد. لكن رون بيدخل عليهم الجنينه وهو مش متحكم في اعصابه بسبب موت امه، وما بتكونش سارة عارفه تعمل ايه، وبتفضل واقفه ومرعوبه. وبيبقى براد جاي لها جري، لكنه بيعدي على الشباب اللي بيلعبوا بألواح التزلج، وكل واحد فيهم بيعرض عليه انه ينضم لهم. وبينسى براد كل اللي وراه، وبيفضل واقف معاهم مبسوط لانها بتكون امنيته انه يعمل زيهم. وبيركب اللوح لاول مره من فتره طويله، وبيجرب ينط من فوق سلالم عاليه. وساعتها بتكون سارة مش قادره تتحرك، لكنها بتلاقي ان رون بيعيط لوحده، فبتروح ناحيته وبتساله عن سبب عياطه. فبيقول لها انه بقى وحيد بعد موت والدته، وما بقاش في حد بيحبه خلاص. وبيفضل يعيط لوحده. وبتبص سارة على بنتها بتلاقيها اختفت من على المرجيحه، وبتفضل تدور عليها وهي بتعيط وبتصوت من خوفها، لحد ما بتلاقيها واقفه تحت عمود نور وبتتفرج على الفراشات. وساعتها بتشيلها والدتها وهي بتعيط، وبتقول لها انهم هيرجعوا للبيت فورا. وبتعدي قدامها عربيه اسعاف متوجهه ناحيه براد، عشان بيكون وقع من فوق السلالم وفقد الوعي 5 دقايق. ولما براد بيفوق بيطلب منهم اول حاجه انهم يتصلوا بمراته، لانه عاوز يشوفها ومش عاوز حد غيرها. وبتكون سارة رجعت بيتها ونايمه جنب بنتها، وقررت انها تسامح جوزها وتعيش معاه وهي مبسوطه، لانها كانت فاكره انها هتبقى سعيده لو بقت مع حد تاني. لكن سعادتها الحقيقيه في سعاده بنتها لوسي. وبيكون لاري بيدور على رون عشان يتاسف له عن اللي عمله، وان غصب عنه اللي حصل لامه. لكن رون بيقف قدامه وهو جارح نفسه وبيغمى عليه بسبب النزيف. وبيجري بيه لاري على المستشفى عشان ينقذه، وما بيكونش متخيل انه في يوم من الايام ممكن يساعد رون وينقذ حياته. وبيرجع كل واحد فيهم لحياته الطبيعيه بعد ما حاولوا يعيشوا حياه مش حياتهم. وبس كده بيخلص الفيلم.